في موسم الحج الصحابة كان لهم دور كبير جدا في نشر رسالة الإسلام، وأهم درس في الموسم ده كان هو التعاون والإيمان. هقول لك دلوقتي عن قصة سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب في الحج. في موسم من مواسم الحج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو قائد الحجاج. فجأة كده النبي صلى الله عليه وسلم قرر إنه يبعت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عشان يكمل مهمة سيدنا أبو بكر الصديق في الحج. والقرار ده كان مهم جدا لأنه كان إشارة للعمل الجماعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشجع الصحابة على العمل مع بعض تحقيق الهدف الأكبر وهو رضا الله. ولما وصل سيدنا عمر بن الخطاب إلى الحجاج بدأ إن هو وأبو بكر الصديق يعملوا مع بعض في تناغم، وكل واحد منهم كان بيكمل دور التاني. أبو بكر الصديق كان بيتولى توجيه الناس في العبادات، لكن سيدنا عمر بن الخطاب كان بيحسب الأمور اللي بتتعلق بتنظيم الحج. والدرس هنا واضح جدا إنه لما نتعاون ونتكامل في الأدوار نقدر نحقق هدفنا بسهولة أكبر. وفي الطريق إلى مكة حصل موقف عظيم جدا بيظهر فيه إزاي كانت روح التعاون بين الصحابة موجودة، وكانوا بيعلموا الناس مناسك الحج، وكانوا بيعرضوا لهم أروع الأمثلة للعدل والشفافية. والرسالة هنا كانت بسيطة جدا وواضحة: لازم نكون دايما مع بعض في العمل الصالح، ونضع أو نحط رضا الله هدفنا الأول.